معايا حماده من اسكندريه. ازيك يا حماده؟ يا كابتن خالد محمد من اسكندريه مع حضرتك. ازيك يا محمد؟ ازيك يا حبيبي؟ اتفضل يا محمد. طبعا انا بحيي عمر، بيتكلم بشكل راقي جدا. يعني يمكن اول مره اتعرف عليه، شفت البرنامج عندك صحفي محترم جدا. الله يخليك. وعجبني كلامه بمنطقيه وهدوء جدا جدا، يعني بحييه على وجهه مشرفه جدا للصحفي الاهلاوي. الله يكرمك. وبحيي طبعا الضيف اللي مع حضرتك طبعا بالنسبه للنادي. شكرا. تمام يا حبيبي اتفضل. بس يا كابتن بالنسبه لقصه نادي القرن، هي فعلا قتلت بحثا. يعني في 11 ديسمبر سنه 2000 مثلا تم اختيار ريال مدريد نادي القرن. ازاي يا كابتن؟ بنتيجه تصويت المشتركين في مجله الفيفا. تمام. اللي ريال جه المركز الاول ب 42 و35%، وفي القرن العشرين ريال كان واخد 12 بطوله. اما الميلان كان رصيده 13 بطوله، بس ما اخدش يا كابتن نادي القرن، لا ده جه في المركز التاسع في التصويت بنسبه 1.53%. بس ما معناش طبعا حد من ريال لسه من الميلان دلوقتي بيقول انا نادي القرن الحقيقي والكلام ده. طبعا يا كابتن احنا بنغفل حاجه مهمه جدا، هي معياريه الاختيار. تمام. في افريقيا معياريه الاختيار كانت ايه؟ مش قصه طبعا فكره ان انا اقول هي التسعه اكبر ولا السبعه، هو الورد احسن ولا الفل، لا التمر حنه. طبعا الكلام ده اللي بيقوله بيتغاضى عن معياريه الاختيار. انا عشان انا بس حماده عايز اقول لك حاجه، في فرق بين نقول الورد احلى ولا الفله، وفي فرق بين 9 بطولات و7، يعني في فرق. ما انت ما تقارنش الفل والورد، يعني واحد بيحب الفل وواحد بيحب الورد. لا هو اكبر ولا السبعه؟ حماده يعني 9 و7 دي، قول 7 و7 مثلا، 7 و7 مثلا. حماده بعد اذنك يا كابتن خالد. استنى، لا خليه كمل يا ماهر وهرجع لك. اتفضل. هقول لك انا الفكره بتاعت ليه 9 مش 7. احنا بنتكلم ان معيار الاختيار في الكاف كان التصنيف التراكمي. التصنيف التراكمي ده بيتم احتسابه عن طريق احتساب عدد النقاط. كان طبعا ده منشور في جريده الاهرام سنه 94 ان الاتحاد الافريقي اعلن ان دي هتكون طريقه الاختيار. لازم نعرف ان الزمالك وقتها كان 5 بطولات والاهلي كان 7 بطولات. الاهلي وقتها كان 32 نقطه، وكوتوكو كان الثاني كان كوتوكو في المركز الثاني، وكانوا نياوندي في المركز الثالث. كان الزمالك في المركز الثالث. طبيعي لو انا بتكلم عن مؤامره سنه 94 اكيد مش هتكلم ان المؤامره كانت على الزمالك اللي في المركز الثالث. انا اكيد بتكلم على ان المؤامره على كوتوكو، ولو الزمالك كان هيحتاج وقتها مش هيحتاج عن الاهلي، هيحتاج ان على كوتوكو، لان كوتوكو وقتها كان اقل بطولات من الزمالك ومع ذلك سبقوا في التصنيف نتيجه نظام التصنيف التراكمي لاحتساب عدد النقاط. فوقتها كان الطبيعي ان الزمالك يكون عنده مشكله، لو مشكله من 94 يبقى مش مع الاهلي خالص. هو هيجي يقف هنا يا كاف، انا بقول لك انت نظام التصنيف التراكمي بتاعك انا مش مقتنع. طب حماده بص، احنا خلاص يعني قتل بحثا والاهلي نادي القرن باعتراف الاتحاد الافريقي، لكن عايز اسالك سؤال انت بقى، اسالك سؤال انت. طيب اكمل بس يا كابتن. طب اسالك سؤال انت، والله خلاص انا اصل قتلت بحثا دي، وهنقعد انت تخش وانا اقول